هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، وطيب الله كل أوقاتكم. سأصحبكم أنا صلاح محمد زين عبر ساعة يوم الأربعاء 7 يناير، وأوافيكم في مستهلها بنشرة للأخبار، ثم يقدم زميلي يوسف بوليسي قراءة في مقابلة الرئيس الأخيرة، يليها تغطية لحفل تأبين الراحل المناضل عمر جابر عمر الذي أقيم بمدينة لندن في 3 يناير الجاري. وقتا ومتابعة مفيدة أرجوها لكم مع فقرات هذه الساعة. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار، وفي مقدمتها أبرز العناوين: محاكمات في السودان للاجئين من إريتريا بتهمة إثارة الشغب، إيقاف كوادر أمنية عن العمل وتزايد القلق من قيام انتفاضة شعبية،
حملات تفتيش عسكرية مكثفة بالعاصمة أسمرة. تفاصيل النشرة: أفاد المركز السوداني للخدمات الصحفية أن مدير الشرطة في ولاية كسلا قد كشف عن تقديم 160 لاجئا إريتريا إلى القضاء لمحاكمتهم بعد مشاركتهم فيما أسماه بأحداث شغب وقعت في مخيم الشجراب للاجئين في شرقي السودان. هذا ويتم محاكمة اللاجئين المتهمين وفق مواد تتعلق بإثارة الشغب والإخلال بالأمن والنظام العام تحت المادة 139 الأذى الجسيم. ولا يعرف عما إذا كانت هذه المحاكمات تجري بحضور مندوب من المفوضية العليا للاجئين كجهة مسؤولة عن اللاجئين. كما لا يعرف ما إذا قد تم توفير حق توكيل محامين للدفاع عنهم والحيلولة دون ترحيلهم إلى إريتريا التي فروا من نظامها القائم. ويذكر أن احتجاجات واسعة قد اندلعت داخل معسكر الشجراب الخاص بالقادمين الجدد الأسبوع الماضي بعد وصول خبر يفيد بغرق 8 من رفاقهم اللاجئين حاولوا التسلل عبر قوارب بدائية يستخدمها مهربون سودانيون من أبناء المنطقة كعبارات إلى الضفة الأخرى من نهر عطبرة مقابل أموال يدفعها اللاجئون بهدف الهروب من المعسكر الذي لا يتوفر فيه الأمن والحماية من عصابات الرشايدة وعناصر أمن نظام أسمرة. وعقبت تلك الاحتجاجات مواجهات وصدامات بين اللاجئين وحشود من القبائل القاطنة بالقرب من المعسكر مما أدى إلى اندلاع حرائق في منازل اللاجئين وإتلاف عدد من محلاتهم التجارية وتدخل قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع واعتقال المئات من اللاجئين ونقلهم إلى مدينة كسلا. هذا ويعيش مئات الآلاف من اللاجئين من دولة إريتريا في معسكرات لجوء تابعة للأمم المتحدة فيما تنشط عصابات الإتجار بالبشر دون رادع من سلطات الدولة المستضيفة وسط هذه المعسكرات وتقوم بخطفهم ونقلهم إلى مصر ومنها إلى إسرائيل ودول غربية أخرى. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى من داخل إريتريا بأن العاصمة أسمرة وبقية مدن البلاد شهدت تغطية واسعة للكهرباء لغرض متابعة المقابلة الهزيلة التي أجراها رأس النظام بمناسبة العام الجديد. وعقب انتهاء المقابلة مباشرة عادت الكهرباء إلى الانقطاع مما أدى إلى تذمر المواطنين من السياسات الإدارية المقصودة التي يتبعها النظام بهدف تأزيم الأوضاع المعيشية والحياتية للشعب والتي اتضح أنها ليس لنقص في الموارد المتوفرة. وأوضحت مصادرنا أنها من خلال المعلومات التي جمعتها من المواطنين في مختلف مناطق الوطن أكدوا لها أنهم انهمكوا في قضاء حاجياتهم الخاصة للاستفادة من توفر الطاقة الكهربائية خلال اليومين التي بثت خلالهما المقابلة، بل ذهب بعضهم للتهكم على النظام وطالبوه بإجراء المزيد من مثل هذه المقابلات حتى يستفيدوا منها في تسيير شؤونهم الخاصة. وذهبت مصادرنا إلى القول أن سياسة تأزيم الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطن التي يتبعها النظام هدفها تقييد حركتهم وزيادة الضغط على حياتهم المعيشية لكي لا يفكروا في الشؤون الوطنية الكبرى، وهي سياسة ظل يسلكها النظام منذ فترة طويلة في محاولة لإلهاء المواطن بتسكين تذمره حول أزمة ما باختلاق أزمة أخرى أكبر منها مما يجعله ينسى ما كان من قبلها. فأزمة الخبز على سبيل المثال أكبر من أزمة المحروقات ومشتقاتها التي سبقتها، وهكذا يعيش الشعب في دوامة من الأزمات المفتعلة والمقصودة ولا يفكر بروية في الأمور الوطنية الهامة كتحسين الأداء الحكومي وتطوير العمل السياسي والقانوني وبدرجة كبرى تغيير النظام إلى نظام دستوري تصان فيه الحقوق كافة وتنتعش في حضرته القيم النبيلة التي ناضل شعبنا من أجلها طوال 3 عقود من الزمن. تسلمت ما تسمى بالحركة الديمقراطية لتحرير تيغراي المعروفة محليا بدمحيت التي يعتقد على نطاق واسع بأنها تمثل الخط الأول لحماية الرئيس إسياس في 28 من ديسمبر الماضي عددا من السيارات والآليات الزراعية في شكل مساعدة من قبل المركز الحكومي لصيانة المركبات والآليات بالعاصمة أسمرة. هذا وقد حضر في مراسم التسليم التي شملت 8 سيارات نقل من نوع تويوتا بيك أب، 3 تراكتورات زراعية وسيارة إسعاف
العميد يوهنس، وقائد الوحدة الهندسية العسكرية المعروفة ب05 العقيد السمري كيروس، وممثل المنطقة العسكرية الغربية ويدعى محمد، ولم يتسنى لمصادرنا التعرف على اسمه الكامل ورتبته العسكرية. وتابعت المصادر القول بأن هذه المراسم تخللتها مظاهر من المجون والرقص الصاخب في حفل ساهر أحيته إحدى الفرق الفنية التابعة لما يسمى بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. هذا ومن المعروف أن حركة دمحيط تعتبر اليد اليمنى لنظام أسمرة الذي تسكنه المخاوف من انتفاضة شعبية نتيجة لسياساته الخاطئة التي أبعدته عن قطاعات واسعة من شعبنا. وقد ظلت الحركة تتلقى المساعدات والتسهيلات اللازمة للعب دور بارز في حماية النظام في حالة تعرضه لأية هبة وقضبة شعبية داخلية. وأوضحت مصادرنا أن النظام ونتيجة لحالة الكراهية التي تميز علاقته بشعبنا وفقدان الثقة بينهما، نجده في هذه المرحلة يلجأ للاحتماء بحركة دمحيط التي يقدم لها التسهيلات اللازمة. هذا ويذكر أن لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا كانت أفردت في تقريرها الذي صدر في العام الماضي 2014 مساحة معتبرة لنشاطات النظام في تمويل وتسليح المجموعات المسلحة المناوئة لكثير من الأنظمة في المنطقة، وخصت بالذكر تمويل نظام الرئيس إسياس لهذه الحركة. قامت وحدات من شرطة الإقليم الأوسط يوم الأربعاء 31 من ديسمبر الماضي بحملة عسكرية عشوائية استهدفت المواطنين الذين كانوا بصدد الاحتفال برأس السنة الميلادية في أماكن الترفيه الليلي بالعاصمة، من ضمنها مجمع الإكسبو الترفيهي، واقتادتهم إلى سجن مركز الشرطة رقم 5 المتواجد بالقرب من مدرسة سانتا أنا. وحسب مصادر إذاعة صوت المنتدى من العاصمة أسمرة أن الشرطة قامت بعملية التدقيق والفرز هناك، ومن ثم نقلت المواطنين الأبرياء الذين لم تكن بحوزتهم الأوراق الثبوتية المعروفة بالتصاريح العسكرية إلى سجن عداء بيتو سيء الصيت. وفي خبر ذي صلة قالت نفس المصادر أن الأجهزة الأمنية القمعية للنظام قامت في 27 من ديسمبر الماضي بحملة عسكرية استهدفت المواطنات اللاتي أجبرتهن الظروف المعيشية المتردية لأسرهن نتيجة لسياسات النظام الخاطئة على ممارسة الدعارة. ولم تكن الحملة العسكرية المذكورة هدفها البحث عن أسباب ممارسة نسبة غير قليلة من الفتيات لهذه المهنة التي كانت إلى وقت قريب من الممارسات المرفوضة من المجتمع، وبالتالي إيجاد الحلول السريعة لها. بل أكدت مصادرنا أن الحملة كانت بغرض جباية الأموال وتوريدها إلى خزينة النظام الخاوية، حيث تم إطلاق سراح هؤلاء النسوة بعد أن أجبرن على دفع 1000 نقفة، وذلك بمركز الشرطة رقم 1. ونصحت الأجهزة الأمنية هؤلاء الضحايا بالاحتفاظ بإيصالاتهن ليتفادين إمكانية اعتقالهن مرة أخرى، لأنها تعتبر حسب هذه الأجهزة الأمنية بمثابة تصاريح مرور قانونية. ويذكر أن ظاهرة البغاء والدعارة استشرت بصورة ملفتة مع بداية الألفية الثالثة، وحسب الدراسات التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الدراسات التي قام بها الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وكذا الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا، أكدت أن سببها الرئيس هو إجبار المواطنين وخاصة الشباب منهم على الانخراط في خدمة عسكرية أبدية، وترك نساء الكثير من الأسر والعائلات يواجهن مصيرهن دون راعي أو معين. لا الدولة التفتت إليهن ولا الأب ولا الابن استطاع رعايتهن لقصر ذات اليد، فراتب المجند في برنامج السخرة لا يتعدى 300 نقفة في الشهر. عقدت كوادر أمنية وممثلي الشرطة وقوات الدفاع الإريترية في 29 من ديسمبر الماضي اجتماعا استهدف البحث عن السبل الكفيلة للحد من خطورة التحديات الأمنية الداخلية على النظام. وأفادت مصادرنا من مدينة مندفرة نقلا عن من حضروا الاجتماع الذي جرى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا إن الاجتماع الذي ترأسه اللواء فيليبوس وقادة عسكريين كبار ركز على جوانب الضعف التي تعتري العمل الأمني في مواجهة التحديات الداخلية والإخفاقات التي بدأت تظهر في الحفاظ على أسرار النظام، مما أدى إلى إفشائها واستخدامها من قبل المقاومة الوطنية في تعريته. وحسب نفس المصادر فقد اتخذ الاجتماع خطوات عملية بإيقاف عدد 6 من الكوادر الأمنية بحجة إخفاقها في العملية الأمنية القمعية، ولم يتسنى لمصادرنا التعرف على أسمائهم، إلا أنها أكدت بأن فيليبوس عبر عن قلقه من الاختراقات التي شهدها العام 2014 على أسرار النظام، وعدم تمكن الأجهزة الأمنية إيقاف انتشارها
عبر الحدود، مما تسبب في تأزيم موقفه مع المواطنين وتعرية أكاذيبه وخدعه. وعبر اللواء فيليب بوسولد يوهانس في حديثه للمجتمعين عن مخاوف نظامه من التحديات الداخلية أكثر من مخاوفه من التحديات الخارجية، وأكد على ضرورة بذل الجهود من أجل الحد من انتشار المعلومات والحقائق بين المواطنين وانتقالها إلى الخارج، مما يؤكد الأرق والقلق الذي ينتاب النظام من انتقال الحقائق والمعلومات إلى المواطنين. هذا وتأتي مخاوف النظام وقلقه نتيجة لتنامي الوعي بين المواطنين وكسر حاجز الخوف والرهبة عبر مواقف شجاعة رفضا لسياساته القمعية وخطاباته المخادعة، كما أنها تأتي لعدم قدرته على السيطرة على انتشار المعلومات والحقائق بين المواطنين، وأن محاولاته لردع المقاومة الشعبية التي بدأت تلوح ملامحها عبر خطوات أمنية رادعة ينوي النظام اتخاذها خلال المرحلة القادمة ما هي إلا سكرة من سكرات الموت التي يعيشها النظام. وفيما يخص التهديد والوعيد الذي أطلقه اللواء فيليب بوس للرافضين الالتحاق بالتدريب العسكري الذي أعلنه النظام قبل أسابيع مضت، أكدت مصادر إذاعة المنتدى أن التهديد والوعيد سوف لن يجدي نفعا، وذلك لموقف الشعب الرافض لهذه المسألة جملة وتفصيلا. نهاية النشرة. صوت المنتدى. في مقابلته مع وسائل الإعلام المحلية بمناسبة رأس السنة، تعرت ماهية الرئيس المخادعة أكثر من أي وقت مضى. قديما قيل الكذب والخداع والغش أنها 3 حفر، وإذا سقط القائد في إحداها سقطت مصداقيته، وبهذا يلفظ من قلوب وعقول الناس. منذ فترة طويلة سقط الرئيس إسياس ليس في إحداها فحسب، وإنما من بخله سقط في 3، وأصبحت مقابلاته التي يجريها لوسائل إعلامه ممجوجة، وفقدت الإقبال الذي شهدته في زمن نشوة الاستقلال إلا لبعض قليل منتزع الضمير والعقل. الزميل محمد علي موسى تابع المقابلة التي أجراها الرئيس إسياس، وأمدنا بمتابعاته في تقرير إخباري، على الرغم من إيمانه بأن لا طائل من سماعها، لأن الرجل فقد المصداقية بكذبه وخداعه وغشه، إلا أن الفائدة هذه المرة كانت أعظم، لأن هذه المقابلة كشفت أكثر من ذي قبل زيف الثبات والهدوء اللذين حاول أن يظهر بهما لهزال المحتوى والمضمون، وتكشفت فيها أساليبه المراوغة والتضليلية بصورة أكثر جلاء، ومتابعة مفيدة لهذا التقرير الإخباري. في المقابلة بدأ وكأن ثقته بسياساته قد تزعزعت، وأن هواجس ومخاوف تخامره من تداعيات الانهيار الكبير لقبضته الحديدية. في إجاباته حملت نفيا لمشاكل مختزنة، وبدأت تأخذ مكانها من نفسه. فالانتقادات المتكررة من الشعب الإريتري ومنظومة المجتمع الدولي حيال منهجية حكمه العبثي الأعمى غدت تأخذ شكل قلق متنامي بذهنيته. هذا ما قرأته مصادرنا عن انطباعات الشعب من مقابلة الرئيس إسياس مع وسائل الإعلام المحلية، كما أبانت
أن هذا ينم على درجة الإرباك العالية التي وصل إليها النظام الحاكم بأسمرة. ففي السؤال الذي وجه إليه حول قراءته للمشهد السياسي الحالي على مستوى العالم، تضمنت إجابة الرئيس إسياس دون أن يدري على حقيقة أساسية، وهي أنه بدأ يستوعب أن البون الشاسع بين غالبية أفراد الشعب الإريتري المعدم الفقير مقابل قلة من الأثرياء، وكذلك الفوارق الآخذة في الاتساع بين من يقتاتون على قهر وعرق الآخرين وبين الذين يشقون ويكدحون دون عائد. هذه الفوارق الكبيرة والتي هي من غير وجه حق ستصبح قريبا القنبلة التي ستنفجر في وجه النظام، وستقدو هذه الفوارق هي الثغرة التي سيطل منها غضب الشعب ويحدث به التغيير لصالح الجموع الشعبية. كما أننا يمكن قراءة المخاوف المتنامية لدى الرئيس من الهبة الشعبية المطالبة بالحرية في عدم قدرته للإجابة على السؤال الذي يقول أن الشعب الإريتري ول23 عاما يعمل بجلد وجهد كبيرين وقدم تضحيات لا مثيل لها، ومع هذا لم يجد الحقوق المستحقة حتى في حدها الأدنى، وأن تعليق الحلول على إجابات ضبابية ودون نتائج ملموسة سيجعل انفجار المعاناة الشعبية مرشحة بنسبة كبيرة وبعجلة متسارعة. كل هذه الهواجس غدت تتغلغل بقوة في عقلية الرئيس. كذلك عبر الرئيس إسياس عن عقلية الاستخفاف بعلماء الدين قائلا: لدينا قراءاتنا الخاصة للإيمان، لهذا لا نود السماع لسماسرة الدين، مبينا بشكل قاطع حجم التحدي الذي يواجهه نظامهم من بيانات علماء الدين ومطالبتهم الصريحة بدولة العدالة والقانون. وفي معرض إجابته عن أسئلة في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية وبرنامج الإنماء الوطني لعام 2015 تجنب ذكر برامج محددة هربا من مزالق الوعود السابقة التي لم تتحقق، لكنه استبدل التحديد بالتعميم المبالغ فيه كقوله: حتى منتصف العام القادم ستشهد البلاد تحولا كبيرا على الصعود كافة. وأشارت مصادر المنتدى أن إجاباته في هذا الصدد كدأبها كانت في سياق التسويف والمماطلة وشراء الوقت عبر أحلام خرافية لا صلة لها كليا بالواقع المعاش للشعب، وهي ذات الأمان من قبيل سيكون العام القادم عام تغيير حقيقي، والتي ينشرها نهاية كل عام على مسامع الشعب. وعن العائد والاستحقاق الذي يتوجبه المواطن الذي يعمل مجانا للحكومة دون أي مقابل لعقود من الأعوام، وهل أن هذا المواطن سيقال له دائما أعمل فقط أم ماذا؟ هنا حديث الرئيس إسياس جاء ليهدم كل تعهداته ووعوده السقية التي قالها على رؤوس الأشهاد وفي العديد من القطاعات خلال السنوات الماضية. أصابت هذه المراوغة المفضوحة مصداقيته في المقتل. فضلا عن هذا قال أن الطاقة البشرية التي يمكننا تشغيلها هي فوق ما نحتاج إليه. وفي هذا أشارت مصادر المنتدى أن قوله هذا يدلل مدى فداحة استقلال وابتزاز الحكومة للشعب في العمل ببرنامج الصخرة والعبودية غير معلوم الآجال، كما يبين أن العمل غير مدفوع الأجر هو الآلية الوحيدة لحكومة الرئيس إسياس. إلى جانب هذا فقد حوى حديث الرئيس إسياس اعتراف من العيار الثقيل عندما أقر أن سياسته في عسكرة المجتمع واستدعاء سلطاته لقوات الاحتياط من الجيش الشعبي للتدريب العسكري تسببت في الإضراب بمحاصيل الفلاحين، لكونها تمت في وقت كان الفلاح يستعد فيه لجني محصوله الزراعي. وكان يهدف الرئيس من خلال إقراره الصريح بهذا الإخفاق لحصر المسببات الضائقة المعيشية الخانقة التي يمر بها الشعب على تدابير بعينها، وذلك للنأي بالسياسات العامة من موضوع الأزمة المعيشية. وكان الأمر
الأكثر فداحة اعتبار هذه الخسارة في قوة الشعب لا شيء قياسا بمكسب الجاهزية القتالية التي وصلت إليها قوات الجيش الشعبي. وهنا لا ندري عن أي جاهزية قتالية يتحدث، فأبو الأسرة لم يؤمن قوة أبنائه، وضاع حصاد جهده هباء منثورا جراء الاستدعاء القسري للحضور إلى معسكرة التدريب التي شملت البلاد. كما أن المسألة تشير لأولويات الرئيس التي هي في وادي مغاير لأولويات واهتمامات الشعب. وفي الاقتصاد قد ردد السياس أكثر من مرة أن الحكومة ليست لها مصادر وموارد غير معروفة للجميع، وكأنه بذلك يدحض اتهام الشعب لحكومته بممارستها على نطاق ضيق وسري للغاية عقود صفقات لبيع الذهب دون أي مؤسسات شعبية للمراقبة والمحاسبة، ولا ينعكس عائد ذلك على مصلحة الشعب. وتطرق كذلك للدستور بلغة صادمة وصارخة وبفجاجة تشير بمدى فداحة الاستهتار بالشعب، حيث قال عن الدستور الذي ساقت مسودته الأولية مفوضية وطنية ضمت عددا كبيرا من الخبراء القانونيين ووجهاء المجتمع، وتمت مناقشته من الشعب بالداخل والخارج، وصادق عليه البرلمان والرئيس نفسه، وكان جاهزا للتنفيذ، قال عنه بأنه دستور قد مات. وذكر تعيينه للجنة صياغة دستور جديدة لم يعلن عن أسمائها ولا يعرفها الشعب. قال عن دستوره هذا أنه دستور يحمي مصالح كافة الشعب وليس على مقاس فئات محددة. وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية تجاهل السياس في إجاباته الاتهامات والشكاوى الموجهة إليه من المجتمع الدولي، وأغفل كذلك الركن الغصي الذي وضعته فيه الدول الإقليم، وبدأ يتحدث كزعيم للإقليم والفاعل الأول فيه بصيغ تعبيرية لا تسعفها كل الوقائع على الأرض والتي يقرها الجميع. وفي محاولته للتغطية والهرب من دوره القيادي في تعكير السلام والاستقرار بالإقليم، أشار إلى أن السلام بالمنطقة مرتبط بالحدود، وبهدوء هذه الحدود يمكن للمنطقة بحث مسائل التعاون. أشارت مصادر المنتدى من عين المكان أن مقابلة الرئيس إسياس كانت مفعمة بالوعود الخيالية التي لا صلة لها بالواقع الحياتي المعاش للمواطن، وأن الشعب الإريتري ارتفع وعيه بحجم التضليل والألاعيب التي يسوقها الرئيس نهاية كل عام، وأن الشعب الإريتري بالداخل مستبشر بعام 2015، وبأنه سيصبح عام مجابهة الشعب بصورة أكثر إقداما وتضحية مع نظام الاستبداد بهدف التخلص منه ورميه في مذبلة التاريخ. بأن نرجع.
نظم عدد من أصدقاء المناضل الراحل عمر جابر عمر في 3 يناير الجاري حفلا تأبينيا بمدينة لندن تحدث فيه رفاق دربه عن مناقب الشهيد ونضالاته إبان مرحلتي النضال وما بعد الاستقلال. وفيما يلي نقدم إليكم مقتطفات من كلمات المتحدثين ومداخلات الحضور. يحزننا كلنا أن نموت واحد وراء الثاني، وبعد نضالات طويلة في القربة. المناضل عمر جابر تعرفت عليه سنة 69 عندما انتقلت من الحركة إلى الجبهة، وهو الذي التقيت به مع زملائه الراحل أيضا حامد تركي، وأيضا الراحل الآخر هو جعفر علي أسد وإدريس حمداي. هؤلاء كلهم رحلوا للأسف. نحن يجب أن نوحد كلمتنا ونوحد جهودنا لكي نعود إلى وطننا. نحن هذه الفرقة التي لم تكن، كلنا نعرف الشعب الإريتري. الشعب الإريتري عاش آلاف السنين من قبل احتلال حتى، ولم يحصل أي احتراب أو أي مواجهات بين المكونات. الشعب الإريتري متداخل متجانس، وبالتالي رغم أننا مسلمين ومسيحيين ما نراه في الخارج في دين واحد، الصراعات والاغتيالات لم تحصل في إريتريا أبدا. نأمل أن نكون نحن نرجع إلى وطننا، ولكي نرجع إلى وطننا ونوحد صفوفنا. المقام والحديث عن عمر جابر صعب، وقد لا فيه حقه مهما قلت. عرفت أبا يحيى في بغداد ونحن طلاب، وقد سبقني إليها، فعملنا سويا سواء كان فرع الجبهة أو تأسيس رابطة الطلاب الإريتريين. وأنا أقف في هذا الموقف لا أعرف من أؤبن عمر جابر الشخص الإنسان، عمر جابر المناضل، عمر جابر الكاتب والأديب والصحفي والمتحدث، أؤبن أخو الشهداء. من أؤبن عمر جابر الذي تجتمع فيه كل هذه الصفات. وقل في زماننا هذا أن تلتقي هذه الخصال في شخص واحد، من الصعب، ولكن الراحل اجتمعت فيه كل هذه الصفات. فكان حقا مناضلا، وكان حقا قائدا، وكان حقا أديبا وكاتبا وصحفيا، وكان يكنى لدى بعض معارفه وأصدقائه وصحابه بصاحب القلم الذهبي، وهو حقا صاحب القلم الذهبي. عرفت عمر شابا خرج من إريتريا لتلقي العلم، ولكن وطنيته الزائدة والمفرطة وحبه لإريتريا وحبه للنضال لم يكمل تعليمه. لم يكمل التعليم لأنه كان شغوفا بالعمل السياسي، والعمل السياسي كان ديدنه، وكان النفس الذي يتنفس به. عمر جابر الشخص الذكي الفطن الشجاع الذي لا يخشى لومة لائم في كلمة الحق. الرجل أحب وطنه وأحب ثورته، وتقلد كثير من المناصب، وعمل في جبهة التحرير الإريترية وتقلب في مناصب عديدة وترك بصماته. لا يمكن أن نذكر الثورة الإريترية وجبهة التحرير الإريترية إلا واسم عمر جابر مقرون اسمه مع من سبقوه ومع من عملوا معه، وحقق وترك كثيرا من البصمات في المسيرة الوطنية. عمر جابر لم يقعده المرض
ولم يثنيه المرض من أن يناضل. صحيح التحق كآخرين بعد التحرير بإريتريا على أساس يشاركوا في بناء الوطن، ولكن أي وطن الذي ذهبوا إليه الذي لا يعترف بالآخر ولا يسمح بمشاركة الآخرين في بناء هذا الوطن؟ وبالتالي من جديد الكثيرين عادوا ورجعوا إلى الخارج ليبدأوا نضالا جديدا. عمر رحمه الله لم يثنيه المرض، وكان يناضل بقلمه ويناضل بلسانه في المواقع المختلفة. لم يثنيه المرض ولم يقعده لآخر لحظة، كان يناضل وكان يؤمل نفسه بأن يعود إلى إريتريا في وضع أفضل مما ذهب إليه. ماذا يمكن أن نقول عن عمر جابر؟ الحديث في تقديري مهما قلنا ومهما ذكرنا ومهما كنا بليغين في الخطابة وفي الكلام سوف لن فيه حقه. ألا رحم الله عمر جابر بقدر ما قدم لوطنه ولشعبه، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء. المناضل أبو يحيى يعتبر مثالا للوفاء والعطاء، فمنذ نعومة أظافره تشبع بالروح الوطنية، حيث بدأ يمارس نشاطه وهو طالب، وعمل ضمن الحركة الطلابية الإريترية، حيث تم انتخابه رئيسا للاتحاد العام لطلبة إريتريا. وكان الاتحاد يعتبر الرديف الأساسي للثورة الإريترية. قام المناضل أبو يحيى بدور أساسي في دعم جبهة التحرير الإريترية ومعبر عنها في المحافل الدولية والإقليمية. ومن أبرز مشاركات الاتحاد العام لطلبة إريتريا في عام 1973 تحت قيادة أبو يحيى في مهرجان اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي الذي عقد في برلين باعتباره عضوا في اتحاد الطلاب العالمي، وشارك ب 38 عضوا، علما بأن العضوية التي شاركت في المهرجان تقدر بحوالي 250,000 من الشباب والشابات. كان للاتحاد علاقات واسعة مع الاتحادات العربية، ومناضل أبو يحيى قاد الاتحاد باقتدار مع رفاقه. لا شك أبو يحيى كان يتمتع بكاريزما قيادية، وكان ذكيا ولبقا ومحاورا عنيدا. كما أصدر كتابا بعنوان إريتريا بركان القرن الإفريقي. هذا الكتاب جدير بالقراءة، وكان يسعى إلى الحوار والأخذ بالرأي والرأي الآخر. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بتوصية في هذه المناسبة، وأتمنى أن تنال اهتمامكم. بالرغم من أن مثل هذا التأبين يعتبر بادرة طيبة، إلا أنني أدعوكم إلى الاهتمام لتكريم المناضلين الذين أسهموا في العمل الوطني وقدموا تضحيات كبيرة، بأن يتم تكريمهم أثناء حياتهم من خلال لجنة تشكل لهذا القرض، وكذلك الاهتمامات بالمناسبات الوطنية. كان أبا يحيى أديبا، وكان سياسيا، وكان رجل مجتمع من الطراز الأول، يهتم بما يدور في الساحة ويقرأ ويكتب دون كلل أو ملل. هذه القصيدة بعنوان عواته، وقد صدرت في كتيب لرابطة المعلمين الإريتريين بدمشق في العام 1983. الراحل عمر جابر كان ينظم الشعر، ولكن عندما تتحدث إليه كان أقول لك أنا لست بشاعر. عواتي جاء يحمل أكاليل الورد لنا باقات، جاء عواتي فليل العهد الأسود مات، وسقطت أصنام وشعارات، تنتصب رؤوس وترتفع الرايات. عواتي جاء يكنس نفايات العصر، يكتب لنا ميلاد الفجر، جاء الرمح الأسمر
لهيبا يمزق وجه الأعداء. جاء الوعد الأخضر يبعث فينا الأشياء، يشق في ظلمة الليل طريقا، يكون للمدفع والإعصار صديقا. جاء يدك حصون الفوضى، جاء لينعي الأحياء الموتى. عواتي جئت هتافا ضد الهمس، تصنع حاضرا يسقط أمس، وعدا تحمل في كفيك الشمس. كنت شعاعا وكنت السهم، أنت الشيخ وأنت الراهب وأنت الدم. قسما نمضي نترسم درب خطاك، وستحيا أبدا تتجدد ذكراك. تبعث حيا في الأرض قبل السماء، ونحن نهتف أبدا. جاء عواتي جاء. شكرا. دعوني أقبل ذاك الشهيد، دعوني أغلب طرفي، أكحل جفني، دعوني. رحلت إليك شهيد البلاد، سلام عليك، وشوق إليك تدفق شعره. وهامس البلاد تجسد عقدا وساما لديك. شممت العبيرة، عبير التحدي وفوح البطولة، وسفر الشموخ بجيب الشهيد. تضم الوصايا أمان الشهيد، شهود عليك. أتينا إليك كطيف النسيم، عشقنا البلاد وتلك الأماني تبدت جمالا وسحرا، تدلى شموخا وجالا، أذاب الفؤاد. وجبنا السهولة، عبرنا الوهاد، نروي البطاح دماء وروحا، نخوض الغمارة جلادا جلادا. ونترع كأس المنايا وزهر الشباب وبوح الصبايا. تجسد شدوي مرايا مرايا، رحلنا على جنح ذاك الغرام. شممنا أريج الدم المستباح على صخرة الفيء المرام. رغدنا وقوفا شموخا عظام، فنمنا وزفت إلينا الحسان. ضممنا إلى الصدر ابتسامات الأنام. شهيدا هنا شهيدا هناك، رحلنا جميعا نشامة، غدونا عظاما. على هامة المجد صحونا قياما، ألف سلام علينا وألف سلامة. أيا زهرة العشق عديني، سليني كما تشتهين، بليني فإني أموت وأحيا برأيي وحب الشموخ. هبيني سليني. دعوني أغص عليكم وصايا الرفاق وشوق التلاق. هناك على ربوة الفجر ائتلاق، فشدوا الوثاق خلف راية قول الشهيد. الوفاق الوفاق رهان الرحيل، وقلبي عزاها، وهذه رؤاها وتسع مداها. فلا تسألون رفاقي عنها، جوابي عليها بحق أساها. شهيد فداها وشعب فداها، فدال وياء وشيء وقاف وراء وألف فطاء وياء، وبين هذه وتلك دماء دماء. وددت أن أبدأ هذه اللحظات الحزينة بكلمات من إهداء شاعرنا الأستاذ أحمد شريف، وهي تحية الشهيد، وهي تحية
للمناضل الراحل عمر جابر. كان همه أن تكون المعارضة الإريترية موحدة لتصل إلى غايات التغيير الديمقراطي الحقيقي. فقد عمر جابر هو فقد الشعب الإريتري. المناسبة هي مناسبة فيها الكثير من الجلل، فيها الكثير من الخسران، إلا أن نحن جميعا تعاهدنا على أن ما تمناه وما عمل من أجله عمر جابر طيلة 50 عام ونيف من أجل تحقيق الديمقراطية وتحقيق الشعب الإريتري لحقوقه وبناء دولته بشكلها الديمقراطي الحر. نحن بهذه المناسبة جميعا نتعهد بأننا سائرون لتحقيق تلك الأهداف. لم يكن الشهيد عمر جابر رحمه الله مناضلا عاديا، ولكنه كان أيضا مثقفا وكاتبا ومفكرا ومحللا سياسيا، وعرف بقلمه الجريء، كما كان ملما أيضا بحقائق التاريخ والجغرافيا، سواء تلك التي تتعلق بإريتريا أو المنطقة أو حتى العالم. ولكن والأهم من ذلك كله كان ينتمي الفقيد إلى أولئك القبائل من الرعيل الأول للثورة الإريترية الذين انخرطوا في حرب التحرير في سنواتها الأولى وهم في بداية شبابهم، ووهبوا حياتهم من أجل أن تنالوا إريتريا الاستقلال وأن ينالوا الشعب الإريتري الحرية والكرامة اللتين من أجلها فجرت ثورته أصلا، ولكنه وبسبب سياسات الإقصاء لا يزال محروما منها. إنه لمن المؤسف حقا أن نفقد مناضلينا واحدا تلو الآخر ونحن وهم في المهجر. رحل عننا الشهيد عمر جابر رحمه الله وهو في منفاه الإجباري، كما رحل عننا في هذه السنة الماضية التي مضت وفي السنين التي سبقتها عدد غير قليل من المناضلين القدماء الذين كتبوا التاريخ. وأنني مقتنع بأنني لا أتحدث عن نفسي عندما أقول لعمر جابر وكل شهداء إريتريا بأننا حتما سائرون على الدرب، وثقوا تماما بأنه لا يمكن لأحد أن يمسحوا أو ينالوا من تاريخكم، لأنه تاريخ كتب بدمائكم الطاهرة. أغلب هؤلاء المناضلين إن لم نقل جميعهم قد حرموا من العيش في بلد وهبوا جل حياتهم من أجل تحريرها، بل من أسوأ من ذلك أنهم حرموا أيضا حتى من أن يدفنوا في ترابه كما كانوا يتمنون عندما تركوا حياتهم وأسرهم لينخرطوا في حرب التحرير. بالطبع أخوتي لا تنحصر المشكلة في ظروف وفاة الشهيد عمر جابر ورفاقه الذين كتب عليهم أن يدفنوا في أراضٍ أجنبية، بل كون أنهم ومعهم أجيال من الشعب الإريتري التي أصبحت ضحية للعقلية الإقصائية التي تصدرت الحكم في إريتريا بعد الاستقلال وطيلة ما يقارب ربع قرن من الزمان، وهو عمر إريتريا كدولة مستقلة. He kept repeating the need for an honest, open dialogue, the need for opportunities to come closer, work together, and socialize across all the divides so we can be human beings together. وكان شجاع وكان يدافع، كان يقول انه ما دام تحررت اريتريا احنا لازم نمشي ونساهم يعني في التحرير وده تنظيم الجبهه الشعبيه وتنظيم وطني وتنظيم اريتري واستمرار للنضال بتاع جبهه التحرير اريتريا، فبالتالي لازم التنظيم يدخل اريتريا. وكان يمكن ابو يحيى كان عنده دور كبير في قرار ذهبنا الى اريتريا، وكان يقول ما يمكن نمنع نفسنا من انه نكون موجودين في يوم يعلن فيه استقلال اريتريا، وبالتالي دي كانت محطة مهمة. أنا يمكن شاركت معاه وكان فرحان، وكان يقول أنا ما كنت أتوقع أنه هحضر يوم زي هذا، وكان يوم 24/5 اللي هو أعلن فيه الاستقلال، وكان يتمنى إريتريا أن تكون إريتريا لكل الإريتريين. لاحظت في الأستاذ عمر أنه يحتاج إلى شيء قليل من الاستفزاز ليدفعه ليبدع. فحكى لي أن عندما كتب كلمة صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع، كان واحد من الزملاء الإريتريين المناضلين في جبهة التحرير وكان من التجرينيا على ما يبدو، استفزه وقال له كيف أنتم تتمسكوا باللغة العربية وليس لكم أي شعر ولا أغنية بالعربية يعني.
فكان هذا الدافع لكتابة هذه الكلمات التي تغنى بها حسين محمد علي. ثم مؤخرا يعني في أواخر حياتي أحد الإخوة استفزه وقال له أنتم تتمسكون باللغة العربية ولا تعرفوا لغة أمكم، يعني اللي هو لغة أمهاتكم أو بالأحرى. فهذا أيضا دفعه لأن يكتب شعر بلغة التجري أو التجريت. كانت له كتابات عن الفنان الكبير تولد ردة مثلا، وأغنية شقي هبوني قد تعرفونها الكبار السن. شقي هبوني كانت للعلم الإريتري يعني أثناء الستينيات أو بداية الستينيات. فقال هذه الأغنية عندما تغنى بها تولد ردة في أسمرة كان أيضا صدى آخر لأغنية ثورية أخرى في جبل آدال من قبل حامد عواتة، وهي الرصاصة الأولى لثورة التحرير. فبهذه الطريقة كان يربط ما كان يجري في المدن مع الميدان وغيره. وساهم وكتب عن عدد كبير من المشاركين ومن المساهمين في القضية الإريترية، ووزعت هذه المقالات تباعا. كذلك كانت له مقالات موسمية كان يسميها في مثلا في رمضان رمضانيات، فيتحدث فيها عن أمور تتعلق بشهر رمضان الفضيل. كانت له أيضا مقالات تحليلية عن الحركة الإسلامية، عن الحركة الطلابية وغيرها يعني. فكان عمر جاد ومبدع وملتزم، يعني إذا وعد لا يخلف، يعني في الموعد تجد المقالة المطلوبة والدراسة المطلوبة، أي شيء كان هو يعني وافق على أن يعمل أو أن يقوم بفعله يقوم به يعني. فهذا الذي عرفته عن أستاذنا الكبير عمر جابر رحمه الله وأسكنه فسيح الجنات، ونحن على يعني عهدنا به وبشعبنا أن نواصل المسيرة التي بداها حتى تتحقق الآمال التي ضحى من أجلها. عمر جابر رحيل صانع الأمل. كنت أعتقد أنني سألتقيه ولو مرة أخيرة عندما قال لي أنه يفكر في زيارة لندن. فكرت أنني سأتناول معه هذه المرة ذكرياتنا ومآلات أحلامنا، الأصدقاء الذين رحلوا، وسأحاوره حول تجربته السريعة. لكن عمر لم يأتي ولن يأتي، يا لهول صدمة وعمق حزني عليه. عرفت عمر جابر وأنا طالب في المرحلة الثانوية عندما زار القضارف في عام 1974، وكان وقتها رئيسا للاتحاد العام لطلبة إريتريا. وفي السنوات اللاحقة ربطت بيننا صداقة عميقة، وظل الرابط الإنساني والأخوي بيننا أقوى من أي خلافات أو بعد جغرافي. ينتمي عمر جابر للجيل الثاني من الطلاب الإريتريين الذين التحقوا بالثورة بعد انطلاقتها وعززوا مسارها بقدراتهم وتضحياتهم العظيمة. ضم الجيل الأول إدريس قلايدوس، محمد صالح همد، سعيد حسين، سيد أحمد هاشم، وطه محمد نور وغيرهم من الذين يمثلون الجيل الذي أسس جبهة التحرير الإريترية في عام 1960 في حديقة الأسماك القاهرة. ضم الجيل الثاني الذي ينتمي إليه عمر جابر عبد الله إدريس محمد، محمد أحمد عبده، محمد علي عمر، عبد الكريم أحمد، رمضان محمد نور وغيرهم. ولأن عمر كان في السودان فقد شارك في العمل التنظيمي والإعلامي لجبهة التحرير الإريترية اليومي، حتى عين في منتصف الستينات عضوا في القيادة الثورية. من إحدى مآسر عمر وجيله في مطلع السبعينات ترسيخ الشرعية الدولية للثورة الإريترية. لعب عمر بما عرف عنه من ذكاء وقدرات عالية على الحوار والإقناع دورا كبيرا في اكتساب الاتحاد العام لطلبة إريتريا لعضوية اتحاد الطلاب العالمي. وكان هذا الاتحاد منظمة ضخمة تؤيدها وتتبناها الدول الاشتراكية في ذلك الوقت، وحصول منظمة إريتريا على عضويتها
كان يعني ترسيخ شرعية الثورة الإريترية كحركة تحرر وطني وضربة لإثيوبيا التي كانت دبلوماسيتها تجتهد في تصوير نضالنا الوطني بأنه حركة انفصالية. كان عمر حاضرا باسم الاتحاد العام لطلبة إريتريا ولاحقا باسم اتحاد الشباب الديمقراطي الإريتري في العديد من المحافل الدولية مدافعا عن النضال الإريتري وشارحا طبيعته العادلة. شارك عمر في الحوارات التي أجرتها تنظيمات الثورة الإريترية مع اثيوبيا وفي الحوار بين التنظيمات الإريترية نفسها، وقد تجلت في تلك الحوارات قدراته العالية في ترتيب الأجندة والأولويات. كان عمر موسوعي الثقافة، يهتم بالأدب مثل ما يهتم بالسياسة والفلسفة، كان يعشق السينما والمسرح. يتذكر الكثيرون بعض قصائده من مرحلة النضال الوطني، خصوصا الاثنتين التي تغنى لحلاها الفنان الكبير حسين محمد علي والتي حملت اسم صامدون، وقصيدته الأخرى جبهة التحرير قلناها من بدري التي تغنت بها نعمة بسعي. كان عمر إنسانا حازما، لكن خلف ذلك الحزم كانت تختفي روح مرحة ومحبة للدعابة. لم أسمع يوما يلعن أو يسب أي من خصوم السياسيين. هو الذي خاض الكثير من المعارك السياسية، كما لم يعرف الحق طريقه إلى قلبه قط. كان غالبا ما يتحدث عن تلك الخلافات وأطرافها وهو مبتسم. برحيل عمر جابر يفقد الشعب الإريتري أحد أكثر أبنائه إخلاصا وتفانيا، رجل كرس كل حياته من أجل حرية شعبه ورحل عن الدنيا وهو لا يزال يمسك بالسلاح الذي طالما أجاد استخدامه قلمه. على المستوى الشخصي سأظل أفتقد أخي الكبير وصديقي ورفيق عمر جابر ما حييت. أكثر ما يحزن أن عمر رحل وخيبة الأمل لا تزال تخيب في حياتنا. رحل والأفق يبدو مسدودا في وجوهنا. إن هذا أسوأ شيء يواجه أي مناضل مخلص، أن يرحل دون أن يرى بصيص أمل جديد في الأفق. أحزنني كثيرا أن تلقي عيناه نظرتها الأخيرة على مشهد مظلم في بعضه ومضطرب في بعض الآخر. هو الذي احترف صناعة الأمل. ستبقى ذكرى عمر المناضل والمثقف الثوري شقيق الشهداء حية، وستحوم روحه عندما يرفرف الأمل مرة أخرى في ربوع إريتريا. وداعا صديق ورفيق سنوات النضال والأمال، وداعا أخي الكبير عمر جابر. شكرا. صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع، سائرون على الدرب أقسمنا بأن نرجع، بالمال والعلم والإبداع، إلى الأم، إلى التراب، إلى الأم، إلى التراب المخضب بالدم، أقسمنا بأن نرجع، بآهات اليتامى وأنين الجياع، أقسمنا بأن نرجع، أقسمنا بأن نرجع، اليتامى وأنين الجياع، أقسمنا بأن نرجع، بالشيخ بالطفل يحتضن الضياع، أقسمنا بأن نرجع، بالثوب المرقع بكل ما نملكه من متاع. صوت المنتدى. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم. شكرا لحسن استماعكم
وإلى لقاء جديد بمشيئة الله. ابقوا على خير وعافية.